اللي بنحبهم ما بنودعهم، لأنه ما بيفارقونا أبداً. هن لحتى لو غادروا الجسد هن ساكنين بالقلب، بالعقل، بالذاكرة. الوداع فقط للغريب، لأنه الحبيب بعمره ما رح يصير غريب. اللي بنحبه حقيقة رح يضل مهما فعل حبيب وحبيب وحبيب. بس بدك مين يعرف ما هو معنى الحب. أجمل هدية بنقدمها للي بنحبهم إنه نخاف عليهم ونخاف الله فيهم. اللي بيحب ما بيجرح، اللي بيحب ما بينتقم، اللي بيحب ما بيفضح، اللي بيحب الخير للي بيحبه حتى لو كان مع حد غيره. الحب فعل مش قرقر. الفعل إنك أنت تأرجي حبك على أرض الواقع، أما قرقر حقه فلس وقت الغلا. بيقولوا اللي بيحبك هو من رأى فيك 99 عيباً وخصلة واحدة جميلة فأحب هذه الخصلة وترك كل العيوب. كلام حلو، حكي كثير حلو، بس الأحلى إنه يستمر هالحب بدون محاولة تغيير من نحب على مزاجنا وحسب أهوانا. يعني لما تحب شخص حبه مثل ما هو، مش مثل ما أنت بدك إياه يكون. مثلاً كيف ممكن يستمر الزواج الناجح؟ أنا أعتقد بكل بساطة أنه لازم يكون حجم الصداقة بين الزوجين أكبر من حجم الحب. الصداقة مش الإملاءات، مش الهجر، مش اللامبالاة، مش قلة الاحترام والتهديد بالرحيل أو الطلاق. الحب شيء حلو بهالحياة. وبتذكر كلام نزار أباني لما قال: الحب في الأرض بعض من تخيلنا، لو لم نجده عليها